كل اللي انتقد نظام الطيبات على السوشيال ميديا حتى الآن انتقاداتهم كانت انتقادات ساذجة ولا تنم إلا عن جهل تام بتفاصيل النظام. انتقادات متسرعة وغير علمية. نسيوا أو تناسوا إن الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه ما كانش راجل سهل، ولكن كان عالم متبحر في علوم الطب الأساسية، التشريح والفسيولوجي وعلم البايوكيمستري. في الفيديو ده احنا هنفند كل الادعاءات على نظام الطيبات، وده مش معناه ان احنا موافقين تماما على النظام وقدرته على الاستشفاء لجميع الامراض، ولكن احنا هنا من جانب الإنصاف العلمي هنفند كل الادعاءات اللي من وجهة نظرنا ادعاءات ساذجة ويمكن الرد عليها بسهولة. أول ادعاء ساذج هو إنك لو مشيت على نظام الطيبات لفترة طويلة هيحصل لك إمساك مزمن، وده ممكن يؤدي إلى مضاعفات زي الشرخ الشرجي والبواسير ومضاعفات أخرى كتيرة ممكن تبان على المدى البعيد. وطبعا ده ادعاء ساذج والرد عليه سهل، لأنك لو شفت النظام وتفاصيله هتعرف إن النظام بيسمح للي ماشي عليه بإنه ياخد في غذائه التوست الكامل الحبة. وزي ما احنا عارفين التوست الكامل الحبة فيه القشرة اللي هي تتكون من سليلوز، اللي هو الألياف الرئيسية الغير ذائبة في المية اللي بتعمل قوام للبراز وبتحرك الأمعاء. لو خدت في نظامك اليومي حبتين توست الصبح وحبتين بالليل، فانت كده أخدت تقريبا 8 جرام من الألياف غير الذائبة في المية. ولأن النظام بيسمح بالقمح الكامل الحبة المسلوق مثلا، وبيسمح كمان بالبرغل اللي هو القمح الكامل المجروش، فالكوباية الواحدة من القمح المسلوق أو البرغل فيها 8.5 جرام من الألياف غير الذائبة. ده غير إن النظام بيسمح بالفواكه واللي فيها الألياف الذائبة في الماء اللي بتدوب في المية. يعني ممكن لو أنت مشيت على النظام تكون حصتك اليومية من الألياف من 20 إلى 22 جرام، وده اللي بتوصي بيه معظم الدراسات المحترمة اللي بتقول إن حاجة البالغ من الألياف بتتراوح من 20 إلى 25 جرام في اليوم عشان يبقى ماشي صح وما يحصلوش إمساك أو مضاعفات. الادعاء الثاني هو إنك لو مشيت على النظام أنت هتحرم البكتيريا النافعة من الألياف اللي في الورقيات، وبالتالي أنت هتقلل التنوع البكتيري للميكروبيوم اللي في قولونك. طبعا ادعاء كاذب وينم عن جهل مطبق، لأن البكتيريا مش بتتغذى على الخس والخيار والجرجير وبس، البكتيريا عايزة ألياف، والنظام بيسمح لك بالسليلوز اللي موجود في التوست الكامل الحبة والسليلوز اللي موجود في القمح الكامل المسلوق أو البرغل. كمان الانيولين موجود في البطاطا اللي بيسمح بيها النظام، ده غير الألياف اللي موجودة في الفواكه. أما الادعاء الثالث فهو إنك لما تمنع البيض والفراخ أو الدجاج يبقى أنت كده مش هتاخد حاجتك من البروتين. وده طبعا يعني قمة السذاجة، لأن النظام سمح لك بالبروتين اللي هو أكتر في القيمة البيولوجية من الدجاج والبيض، وهو اللحم نفسه، سواء اللحم الضاني زي ما شجع النظام عليه أو البتلو. كمان هو سمح بالحمام وبالسماء، ودي من أكتر الحاجات اللي فيها بروتين أو أمينو أسيد أساسية بيحتاجها جسم. معنى كده إن النظام لو أنت مشيت عليه صح مش هيؤدي إلى نقص في البروتينات أو هزال زي ما بيقول لك. طب من وجهة نظرنا مين أكتر المرضى اللي ممكن يستفادوا من نظام الطيبات؟ أول حاجة مرضى الجهاز الهضمي الوظيفي، زي المرضى اللي عندهم قولون عصبي أو عسر هضم وظيفي أو ارتجاع مريء. كمان المرضى اللي أمراضهم بتتميز بالتهاب مزمن أو التهاب مناعي هيستفادوا أكيد من النظام، مش كبديل للعلاج ولكن جزء مهم جدا مع العلاج، لأن النظام بيقلل استنفار جهاز المناعة وبيهدي جهاز المناعة، وبالتالي يفيد جدا في الأمراض المناعية والأمراض اللي بتتميز بالتهاب مزمن، حتى أمراض الجهاز الهضمي العضوي زي الكرون أو الالتهاب التقرحي. النظام ده ممكن يبقى جزء مهم مع العلاج وليس بديل للعلاج. ونيجي لأهم جزء في فيديو النهاردة، وهو النقطة اللي عليها فعلا خلاف علمي شديد،
وهو تأثير نظام الطيبات على مرضى السكري من النوع الثاني. هل النظام مفيد لمريض السكري؟ بصراحة إحنا ما نقدرش نجزم من غير دراسة متأنية وعميقة لتأثير نظام الطيبات على مرضى السكري. وأنا من هنا ومن المنصة دي بأدعو لكل محبي نظام الطيبات وخاصة مرضى السكري من النوع الثاني، لو أنت جربت نظام الطيبات وأنت كنت مريض سكري من النوع الثاني أو حتى عندك بداية سكر أو مقاومة أنسولين، ابتديت فعلا في النظام، فياريت تبعت لنا نتائج تحاليلك قبل ما تخش نظام الطيبات وبعد ما خشيت فيه. احنا ناويين نعمل ان شاء الله دراسة كبيرة ونوثقها عن تأثير نظام الطيبات على مرضى السكري من النوع الثاني. في الفيديو ده انا هسيب لك رقم تليفون موبايل على الشاشة، يا ريت لو كنت انت مريض سكر من النوع الثاني عمرك يتراوح ما بين 18 و 65 سنة، عندك سكر من النوع الثاني سواء بتاخد علاج او ما بتاخدش او حتى بتاخد انسولين، وابتديت او خدت قرار انك تبتدي في نظام الطيبات مع علاجك او بدون علاجك، يا ريت تتواصل معنا على الواتساب على الرقم اللي موجود على الشاشة وتبعت لنا أول حاجة عمرك، تاني حاجة طولك، تالت حاجة وزنك، رابع حاجة تحاليلك اللي هي أهم ما فيها السكر التراكمي ووظائف الكلى والكوليسترول الكلي والنوعي قبل ما تبتدي النظام، وبعد ما ابتديته ده لو كنت ابتديته فعلا وماشي عليه ب3 شهور. ولو كنت انت قررت حديثا ان انت تبتدي في نظام الطيبات وعندك سكري من النوع الثاني، فيا ريت تجيب لنا تحاليلك وكل المعلومات اللي احنا قلناها قبل ما تبتدي النظام وبعد ما ابتديت النظام ب3 شهور. ان شاء الله احنا ناويين نعمل دراسة اللي بيسموها كيس سيريس او سلسلة من الحالات ونوثقها بالتحاليل والفحوص المخبرية وننشرها ان شاء الله، ونعرف بالظبط وانتوا كمان تعرفوا ايه جدوى نظام الطيبات في مرضى السكري من النوع الثاني.